صباح الخير واهلا بيكم معانا وحلقه جديده من برنامج البدايه. بنرحب بيكم معانا النهارده وزي كل يوم احنا بنقدم كل ما يهم الشباب. النهارده من خلال حلقتنا في فقرتين. هنقدم اول فقره عباره عن فيلم تسجيلي بعنوان ليله الدخله. الفيلم ده عن بنت يوم دخلتها، يوم زواجها يعني، امها بتتوفى، فبتدور الاحداث حول هذا الموضوع. طبعا ما فيش اعز ولا اغلى من الام. هنشوف الفيلم التسجيلي ده النهارده مع بعض. هنطلع فاصل الاول ونرجع تاني. يا هبة، وحشتيني قوي. بنتنا كبرت يا هبة، وده اكتر وقت كانت محتاجاكي فيه. شريف، ايوه يا حبيبتي. عايزة اقول لك على حاجة. قولي يا ماما. عايزاك توعدني. اوعدك بايه؟ توعدني لو جرالي اي حاجة تخلي بالك من بنتنا. يا حبيبتي انت ليه بتقولي كده؟ بس انت زي الفل. انا حاسة ان دي اخر ايام يا شريف. يا ستي بلاش تقولي الكلام ده، انت طالما بتاخدي العلاج ان شاء الله هتبقي زي الفل وكويسة. ايوه باخد العلاج، بس حاسة انه خلاص. ان شاء الله. لا، وانت اللي هتجوزي بنتك كمان، بس قولي يا رب. الله يرحمك يا حبيبتي. وحشتيني قوي يا ماما. بنتك كبرت وبقت عروسة، وده أكتر وقت أنا كنت محتاجاكي جنبي فيه. مين قال لك بقى إن أنا سبتك؟ أنا عمري ما حسيتك. أنا وصيت بابا يجيب لك أحلى جهاز وهتبقي أحلى عروسة. يا حبيبتي يا ماما، يعني انت ماما مش انت وعدتيني انك عمرك ما هتسيبيني؟ من ساعة ما سبتيني يا هبة وانا عايش في وحدة، وحاسس ان في حاجات كتير قوي ناقصاني. يا عشرة عمري، كنت مالي عليا دنيتي كلها. دلوقتي بس عرفت قد ايه انا محتاج لك ومحتاج لوجودك جنبي، وخصوصا ان بنتنا بقت عروسة على وش جواز. ايه ده بابا؟ في ايه اللي حصل؟ هو ايدك عشان نطلع. يا بابا قلت لك 100 مرة ما تخشش في المطبخ وتعمل حاجة. حبيبتي انا مش عايزة اتعب. يا بابا لا تعب ولا حاجة، ده شغلة البنات. يا حبيبتي. يا بابا بعد إذنك. طيب يا حبيبتي ربنا يبارك فيكي. بعد إذنك يا بابا أخرج استريح وأنا هعمل لك أحلى كوباية شاي تروق دمك. تعرف يا شريف، انا بحبك لدرجة اني عايزة اخلف منك دستة عيال، وبتمنى من ربنا يطلعوا حنينين زيي، لاني عمري ما شفت حد في حنيتك. اصل انت بالنسبة لي مش مجرد زوج، انت اب، اخ وظهر وسند. ربنا يخليك ليا. الله يرحمك. خريج كلية حقوق جامعة عين شمس. موضوع الفن ده بقى موضوع مختلف. دي كانت الهواية من صغري. دخلت مسرح جامعة عين شمس، قدمت في عدة ورش لحد الحمد لله ربنا أكرمني. دخلت بعد ما خلصت كلية حقوق، قدمت نقد ودراما عين شمس. بدأت بقى دخلت الأوبرا وخدت ورش تمثيل وإخراج. بدأت في الأول برامج مقالب وبتاع، برامج لرمضان. بعد كده الموضوع بقى بدأ يتطور، بدأت أفلام قصيرة من 2013، والحمد لله دلوقتي وصلت بقيت مخرج سينما، ليا 3 أفلام سينما. والنهاردة بإذن الرحمن يا رب هنتكلم عن فيلم ليلة الدخلة. فيلم لذيذ جدا، بيتكلم عن قصة واقعية.
باختصار كده، النصيحة اللي كل بنت محتاجاها من الأم ليلة الدخلة. الأم بيبقى عندها مرض نادر جدا، المفروض إن هي في آخر أيامها، فبتوصي الأب بتقول له أنا عايزاك تعيش تبقى ليها الأب والأم لحد ما تطمن عليها وتتجوز. فبيبدأ بقى الصراع بقى، وبتبدأ الأم تظهر ليه كل شوية للأب وللبنت، لأنهم كانوا متعلقين بيها جدا. ويمكن اللحظات السعيدة في الفيلم كله لما هي بتظهر له، طبعا هي بتظهر لهم كروح هم متعلقين بيها. فبتدور أحداث الفيلم لحد ما البنت متعلقة بباباها جدا، وهو كمان هي بقت كل حياته. فبيبدأ بقى ليلة الدخلة، المفروض بتروح قبلها بيومين، بيختاروا الفستان هي والعريس، والأب بيبقى فرحان جدا وفي نفس الوقت شايل هم كبير جدا، البنت دي يا ترى هتعمل ايه. بيبقى في صراع بقى، في فوتو مونتاج في المشهد الأخير، الأب قاعد في أوضته محتار جدا. مي يا مي، أكيد في الجامعة. هفضل قاعد لوحدي. يا وحشتيني أوي، سبتيني في أكتر وقت أنا محتاج ليك فيه، وبنت كمان محتاجة ليك فيه، وعدتيني إنك مش هتسيبني. سبتيني ليه؟ مين قال لك بقى ان انا سبتك؟ ما انا معاك اهو. انا عمري ما سيبك يا شريف. هنا وحشتني أوي. شريف، انا هنا. شريف يا شريف، شريف انا هنا. شريف انا معاك يا شريف. شريف، شريف يا شريف. بجد انا مش مصدق نفسي. اخيرا هنتجوز. ده انا ياما كتير حلمت باليوم اللي احنا هنروح نحجز في فستان فرح. الحمد لله. من امتى بقى وانت بتلبس هدومك لوحدك؟ انا مش معوداك انا اللي البسك هدومك. هبة؟ ايوه هبه، انا معاك، انا ما سبتكش. وحشتني أوي. بس انا ملاحظ ان باباك زعلان. هو في حاجه؟ لا مفيش حاجة، تلاقيه بس افتكر ماما، اصل كان بيحبها قوي. ربنا يرحمه ويصبره. يا رب. بس ايه العسل ده؟ تتكسف. منور يا ريما. بقول لك يا عم. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي معانا وتغير جو؟ لا يا حبيبي، اخرجوا انتوا واتبسطوا. أنا هقوم أريح شوية. طب بقول لك ايه، مش عايز اي حاجه من بره؟ ربنا يخليك يا حبيبي. أهم حاجة ما تتأخروش، خلي بالكم من نفسكم. تمام يا عم، بعد اذنك. مع السلامة. يلا حبيبي. باي باي. باي باي يا حبيبتي. أنا بصراحة خريج أكاديمية بحرية، ولكن دخلت مجال التمثيل سنة 98. اشتغلت مع عدة مخرجين، وبعدين بعدت عن المجال فترة حوالي 15 سنة. رجعت بعدة أعمال قصيرة مع المخرج إبراهيم الباشا، وأفلام سينما طويلة، منهم فيلم اسمه رأس الأفعى، وفيلم جريمة من نوع خاص، وفيلم قصير داخل ان شاء الله مهرجانات اسمه اب وبنته ليله الدخله. انا اول ما الورق جالي استاذ ابراهيم بعت لي الورق، انا قريته، لقيت ان الموضوع مختلف ودور جميل جدا، دور اب. وعايز اقول ان انا يعني اول مره كنت اتصنف خارج حته الضابط ووكيل النيابه والدكتور، فحسيت ان موضوع الاب ده موضوع جميل، وفيلم فعلا هادف وبيوصل رساله كويسه
على ان كل بنت المفروض ان هي محتاجه لامها تسالها في شويه اسئله مهمين جدا في ليله الدخله، وفي نفس الوقت الام مش موجوده، فالبنت كانت محتاره ومتردده ان هي طبعا مكسوفه تسال باباها، والاب كان متردد ومكسوف ان هو يتكلم مع بنته في حاجات زي كده، ولكن ما كانش قدامهم غير ان هم لازم الاتنين يتكلموا مع بعض في ده. فبصراحه كان الورق كسيناريو وحوار جميل جدا، وكقصه كان جميل جدا، والحمد لله رب العالمين ربنا وفقنا فعلا ان احنا صورنا الفيلم في اقل من 4 ساعات، والحمد لله كان كل حاجه يعني متاحه لينا ساعتها، وان شاء الله يعجبكم وتشوفوه، وان شاء الله يعني انتوا اللي تقيموا. الفيلم انا صورته في لوكيشن في المعادي. الفيلم كله صورته في حوالي 4 ساعات، ما خدش معايا وقت طويل الحمد لله. وده طبعا الاساتذه اللي كانوا معايا، استاذ شريف واستاذ عناد ما شاء الله، طبعا مش اول عمل بينا فاحنا حافظين طريقه الشغل. هي البنت اللي تعبتني شويه بس عشان كانت لسه جديده، بس الحمد لله يا رب الموضوع طلع جميل جدا وداخل بيه مهرجانات. وجود الام في حياه الانسان عامه مهم جدا، سواء راجل او سواء ست، ولكن كان في الفيلم ده بالنسبه للبنت كان اقوى ان هو يقول ان هي موجوده بروحها، وخلى الموضوع ببعض يعني لقطات فلاش باك ان الام موجوده بطريقه غير مباشره، ان البنت ممكن مثلا تفكر ان هي عايزه تشتري حاجه، طب تقول يا ماما انت لو موجوده دلوقتي كان زمانك انت اللي بتختاري لي. فيعني اللي انا عايز اقوله ان يا ريت اي اب واي ام يحافظوا الاتنين على اولادهم وعلى نفسهم وعلى علاقتهم، عشان هما الاتنين فعلا بيكونوا محتاجين لاولادهم واولادهم محتاجين لهم. في نفس الوقت برضو البنت قاعده ماسكه فستانها وبتعيط، بتقول النهارده ليله الدخله اكتر يوم اي بنت بتتمناه، بس انا بقى خايفه منه. المفروض اليوم ده انا محتاجه لامي، مهما كنت متعلقه ببابا انا مش هقدر اساله الاسئله اللي هسالها لماما. البنت في قمة الحزن والأب نفس الكلام، فوتو مونتاج، لحد ما هما الاتنين بياخدوا القرار إن هو يقول ما عنديش طريق تاني غير إن أخرج وأكلمها وأسألها وأجاوب على كل أسئلتها. والبنت بتقول برضو مهما كان بابا وأنا مش هتكسف منه وهخرج وهكلمه وأسأله في كل حاجة. فبيخرجوا في نفس التوقيت، فبتقول له بابا أنا محتاجة إن أنا أسألك شوية أسئلة، فهو بيطبطب عليها كده وبيبوس راسها وبيقول لها وأنا هجاوبك على كل حاجة. بس وبختم الفيلم عن كده. معايا أستاذ شريف خلوصي ومعايا أستاذ عناد صالح، والممثلة كانت وجه جديد. ادي النهارده يوم فرحي، اكتر يوم اي بنت بتتمناه، بس انا بقى خايفه منه ومش عارفه اعمل ايه. نفسي اسال اسئله كتير قوي ملهاش رد ولا جواب غير مع ماما. اليوم ده انا محتاجه فيه امي، انا محتاجه لك قوي يا ماما. مهما كان مقدرش اسال بابا عن الاسئله دي. كنت بتمنى تكوني معايا قوي يا ماما، ما بقيتش عارفه اعمل ايه، هفكر ازاي، بس انا بقى ما قداميش غير بابا، لازم نسأله. هو اللي رباني وعمل عشاني حاجات كتير، مش هينفع اتكسف منه. اشتغلت مونتيرة في فيلم ليلة الدخلة، فكان فيلم جد لذيذ جدا وانا حبيته. كان فكرة جديدة عليا وانا كحسيته كبنت محتاجة لأمها، فحبيت الفكرة قوي. فما خدش مني وقت اسبوع في تصحيح الوان، لان ما كانش محتاج، الماتيريال بتاعه كان سهل جدا. انا حبيت المونتاج جدا، طبعا هي خارج دراستي، فانا حبيته من كتر التكرار والتعليم فيه، لانه بجد هي مهنة حلوة، فانا حبيتها كهواية. الهندسة انا شاطرة فيها جدا، الاولى على دفعتي كل سنة. انا منصورة اصلا، فجيت هنا حبيت الموضوع كهواية واشتغلت فيها، مشيت في الموضوع. وطبعا اهلي كانوا طبعا معايا في الموضوع، لان عارفين ان انا عندي هواية جامدة، فالحمد لله. وادي البنت فرحة النهاردة، مش عارف اعمل ايه.
البنت محتاجة أمها دلوقتي، لازم أمها تسألها وتديها نصايحها في اليوم ده. يا ترى يا بنتي عارفة هتعملي إيه وتتصرفي إزاي في يوم زي ده؟ أكيد مش هتعرفي تتصرفي إزاي. المشكلة إن أنا بنتي مش زي أي بنت. أنا بنتي لسه خام ما تعرفش أي حاجة. وجود الأم في وقت زي ده ضروري جدا لأي بنت. لازم أروح، أنا هخرج وأسأله عن كل حاجة. أنا هجرأ وأخرج أكلمها، هي أكيد عايزة تسألني على حاجات كتير قوي ومكسوفة، وأنا بقى لازم أجاوبها على كل الأسئلة. اليوم ده لازم أكون معاها. بابا أنا كنت عاوزة أقول لك على حاجة. أنا عارف حبيبتي أنت عايزة تسأليني على إيه، ما تقلقيش هجاوبك على كل اللي أنت عايزاه. ربنا يتمم بيك بخير حبيبتي، ألف مبروك.